السلام عليكم أحلى مشاهدين وأحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. هاخدكم النهارده بسرعة كده لموضوع بعيد شوية عن الكورة، ولكن أنا شايفة إن هو موضوع مهم جدًا ما ينفعش نعدّيه كده من غير ما نتكلم عنه بسرعة. بعد ما اتطمنا امبارح طبعًا على كابتن رمضان صبحي وروّح بيته بألف سلامة، لفت نظري كلامه على إنه هو اضطر يعمل كده واضطر إن هو ينضم للمعهد اللي كان فيه دوّة، وهو مش فاضي طبعًا للدراسة ولا فاضي للامتحانات ولا الكلام ده كله، الراجل عنده طبعًا معسكرات وماتشات وتدريب، ولكن اضطر يعمل كده لإنه لمّا جه يقدّم لابنه في مدرسة international كان في شرط في المدرسة دي لانضمام الولد إنه يكون الأب معاه شهادة جامعية أو متعلم تعليم عالي والأم كمان نفس الشيء. لمّا دَوَرت كده وبحثت ليه الناس حاطة الشرط دوّة، لقيت إنه حاطين الشرط ده عشان رابطين تربية الولاد بشهادات أهاليهم، للأسف الشديد. يعني بيقولوا لمّا يكون الأب والأم متعلمين تعليم عالي بيبقوا مربيين ولادهم صح. للأسف ما فيش الكلام دوّة، وياما ناس كتير أوي متعلمين ومعاهم شهادات عالية جدًا، وعيالهم مش متربيين صح ومش متربيين أصلًا، وبيطلعوا غير أسوياء وبيطلعوا كمان مجرمين. في ناس كتير منهم مش فاضيين حتى يربوا ولادهم وعندهم مشغوليات كتير أوي مش فاضيين لتربية الولاد. ليه الشرط ده محطوط؟ حاجة غريبة جدًا طبعًا، ياما ناس كتير شُفنا إن هُم مش متعلمين ومربيين ولادهم كويس ومربيين ولادهم صح وبيطلعوا في مناصب عالية وبيطلعوا ناس محترمة وبيتباهوا بيهم وأهاليهم وبيكونوا مفيدين لأهاليهم ومفيدين لبلدهم كمان. للأسف الشرط ده محطوط يعني تعقيد. سهل جدًا إن أنت تعمل للولد اختبار سلوك وتشوفه متربي أو مش متربي، سهل جدًا إن أنت تعرف هو متربي أو مش متربي، سهل جدًا إن أنت تبعت مثلًا حد من المدرسة يشوف البيئة اللي الولد عايش فيها. في ناس كتير بيبقوا مثلًا معاهم تعليم متوسط ولكن ربنا كرمهم وعملوا شركة صغيرة أو مشروع صغير، فبيبقى عايز يودّي ابنه مدرسة كويسة، بيدبّر فلوس المدرسة دي برضه بالعافية ويبقى جاي على نَفْسه، وفي كمان مدارس بتاخد بالدولار على فكرة، مش كل المدارس بتاخد بفلوس مصر يعني، بالجنيه المصري. ويروح مدبّر بقى الفلوس بالعافية، فييجي يقول له لأ معلش أنت كمان لازم تكون متعلّم، فيضطر إن هو يروح في معهد خاص أو جامعة مفتوحة يقدّم فيها ويدفع فلوس برضه قد كده، ويبقى حاطط على نَفْسه ضغط أكتر إن هو بيدبّر فلوس ليه عشان هو كمان يتعلّم، وفلوس لابنه علشان يتعلّم. طبعًا حاجات غريبة، أنا باناشد طبعًا وزير التعليم إن هو يراجع ورا الناس دي ويراجع ورا المدارس دي، على الرغم إن في مدارس كتير شُفنا في الآونة الأخيرة إن نصايب وكوارث طالعة من المدارس الinternational دي. أنا نفسي ما ابقاش متطمنة على ابني أو في ناس كتير ما تبقاش متطمنة بعد اللي حصل وبعد اللي سمعناه من تحرُّش جنسي بالأطفال ومشاكل وحاجات كتير سمعناها وطبعًا أكيد كلّكم سمعتوها، فكمان بتتشرّط عليّا إن أنا لازم أكون معايا شهادة جامعية وتضغط على الناس أكتر ما هم مضغوطين، بصراحة حاجة غريبة جدًا ومش مفهومة. نرجع بقى للكورة، وعايزة أكلمكم عن لقاء كابتن وليد المدير الكورة للنادي الأهلي، وطبعًا في لقاء تلفزيوني امبارح اتكلم وقال إحنا لم نفاوض حامد حمدان وما اتدخلناش في الصفقة، وما كناش عايزين الولد أصلًا، ولم نفاوض عُدى الفخوري، ومش الصفقة مش في دماغنا، ومش محتاجين ولا ده ولا ده. لو حتى صدّقنا يا كابتن وليد إن أنتم لم تفاوضوا أو لم تتدخّلوا في صفقة عودة الفخوري، لكن موضوع حامد حمدان صعب إن أنا أصدّقه بصراحة، لإن الموضوع شغّال وداير في الإعلام بقى لنا أكتر من شهرين تقريبًا من أيام بطولة العرب، والموضوع دوّة مُثار في الإعلام والناس كلّها اتكلّمت، ولمّا حصل وحامد حمدان مضى لبيراميدز والناس كلّها زعلت طبعًا واتضايقت، بغض النظر اللاعب مفيد للأهلي أو مش مفيد للأهلي، ولكن الكلام داير بقى له فترة. أبلغ رَد يتقال في الموضوع دوّة على تصريحاتك إن أنتم زي ما بتتأخروا في إنهاء الصفقات، بتتأخروا كمان في الرَد على الناس. الناس كلّها عمّالة تقول بيراميدز علِّم علينا، بيراميدز علِّم على الأهلي، صفقة أولى وصفقة تانية، ليه ما طلعتوش من بدري ردّيتوا وقُلتوا أو حتى أي مسؤول قال أي تصريح قال في موقع رسمي أو في قناة الأهلي إحنا لم نفاوض حامد حمدان وما دخلناش في الصفقة، وبيراميدز ما خدتش مننا حامد حمدان لإن إحنا أصلًا ما كناش عايزينه، ليه اتأخرتوا؟ ما أعرفش، لو عدّينا موضوع عُقدة مش هنعدّي موضوع حامد حمدان. بغض النظر اللاعب مفيد للأهلي أو مش مفيد للأهلي، إحنا محتاجينه أو مش محتاجينه، ولكن الجمهور بيتضايق، الجمهور في عنده غيرة على الفريق. طبعًا الكلام ده حصل وتصريحات كابتن وليد وفي لقائه التلفزيوني حصلت بعد غضب الجمهور الشديد، خصوصًا بعد ضياع صفقة عودة، الله أعلم الأهلي دخل فيها وما دخلش فيها، ولكن كل الكلام إن الأهلي كان بيفاوضه. وبعد غضب الجماهير طبعًا في مباراة young africans الأخيرة للنادي الأهلي
الناس مش ساكتة والناس زعلانة. طلع كابتن وليد بدال ما يصحح ويقول مثلا في حصل كذا او حصل كذا، ده عرقل الصفقة او ده عرقل الصفقة، او مثلا المبلغ ما قدرناش نجهزه او كده، يطلع يقول ما دخلناش اصلا في الصفقة وما تفاوضناش اصلا مع اللاعب. طبعا تصريح غريب، ما ينفعش يعدي، وما ينفعش يا كابتن وليد تطلع تقول حاجة زي كده. اطلع اشرح للناس، الناس ممكن تتفهم الموقف لكن مش هتتفهم الكذب. صفقة حامد حمدان أكيد كنتوا داخلين في الصفقة، ما حصلش نصيب إن أنتوا تضموا اللاعب، لكن كان في تفاوض مع اللاعب ودي حقيقة ما ينفعش ننكرها. ولكن للأسف كابتن وليد نكرها. أنا مش عايزة أطول عليكم النهاردة وبقول لكم تصبحوا على ألف خير.